السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا وحبايبنا طلاب المرحلة الثانوية وبالأخص طلاب تالتة ثانوي، يا أهلا وسهلا بكم يا أبطال. معاكم سنيور خالد رضا مدرس اللغة الإيطالية. النهاردة إن شاء الله طالع لكم علشان نكمل سلسلة حل الكتاب بتاع التدريبات بتاعنا، واللي فيها النهاردة هنستعرض ايه، واللي فيها النهاردة هنستعرض المراجعة التالتة بتاعتنا، واللي كان فيها شرح البرونومي بيرسونالي سوجيتي اللي هي الضمائر الشخصية للفاعل، بلس كده كمان درسنا زمن المضارع البسيط، واللي فيها اتعرفنا على الأفعال الصحيحة وتعرفنا بردك على الأفعال الشاذة وازاي بنصرف ده وازاي بنصرف ده. مش بس كده، كمان استعرضت لك ان في عندك بعض الافعال اللي احنا كنا بنسميها الافعال الناقصة او الافعال الايه او الافعال الخادمة، وعرفنا ازاي بنحل على كل الافعال اللي قدامك سواء كانت صحيحة او شاذة او حتى افعال ايه او حتى افعال خادمة، وعرفتك اهمية الضمائر الشخصية ايه في الجملة بتاعتنا. فتعالوا مع بعضنا نستعرض الجمل اللي احنا هنحل فيها على الدروس اللي احنا شرحناها دلوقتي. قبل ما استعرض لك الجملة الأولانية، قبل ما أقول لك الجملة الأولانية بتتكلم في إيه، تعالى أعرفك طريقة الحل على الدرس بتاعنا دون. ورقة وقلم واكتب ورايا طريقة الحل على الدرس اللي قدامك، اللي هو زمن المضارع البسيط زائد الأفعال الإيه زائد الأفعال الخادمة. بص بقى يا معلم، أول ما تلاقي في الاختيارات بتاعتك أفعال زي دورميت، دارما، دارمنا ودارمي، أول حاجة حضرتك هتفكر فيها هتبص على الاختيارات وتسأل نفسك سؤال: هل في يا سينيور في الاختيارات فعل في المصدر؟ يعني ايه يا سينيور فعل في المصدر؟ يعني يا ابني هل في عندك في الاختيارات فعل منتهي بالنهاية المصدرية اللي اسمها آر، أو النهاية المصدرية اللي اسمها إير، أو النهاية المصدرية اللي اسمها إيري؟ طيب لو لقيت حاجة من دول ما بين الاختيارات اعرف إن ده حلك بنسبة 90%. اعرف ان الحل بتاعك هيكون فعل في المصدر بنسبة 90%. طب انا عشان اوصل لل100% اعمل ايه؟ تعال اقول لك. هتروح تبص على الكلمة اللي قبل النقط على طول. لو لقيت الكلمة اللي قبل النقط واحدة من التلاتة اللي هم اسمهم فولاري، لو لقيت واحدة اسمها دوفيري اللي هو كان فعل بمعنى يجب، لو لقيت فعل تالت اسمه بوتيري، لو لقيت الكلمة اللي قبل النقط واحدة من التلاتة دول اعرف ان حلك هيكون الفعل اللي في المصدر، لان في الحالة دي هيكون بيسألك على درس اللي هو الأفعال الخادمة، لأن قاعدة الأفعال الخادمة بيقولك إن أنت بيكون في عندك فعلين. الأول بيكون مصرف اللي هو الفعل الخادم اللي هو يكون واحد من الثلاثة دول، والقاعدة التانية بتكون فعل في الإيه؟ فعل في المصدر. تاني، قاعدة الأفعال الخادمة كنا بنقول عليها إيه يا سينيور؟ كنا بنقول فعلين، أدي واحد وأدي إيه؟ وأدي اتنين. الفعلين دول يا سينيور واحد مصرف أهو، الفعل المصرف اللي هو بين قوسين الفعل الخادم، وعندي يا سينيور بينزل بعده على طول فعل في الايه؟ بينزل بعده على طول فعل في المصدر. ودايما في الامتحان بيعمل ايه؟ بيجيب ده ويسألك على ده، يا اما يجيب لك الفعل اللي في المصدر ويسألك على الفعل المصرف. فانا بقولها لك اهو من دلوقتي، لو لقيت ما بين الاختيارات فعل في المصدر اعرف ان هو ده الحل بتاعك بنسبة 90%، لان هو لما بيجيبه لك في الاختيارات اعرف اللي هو بيكون بيسألك على الأفعال الايه؟ الخادمة. فانت علشان تختار ده هتبص على الكلمة اللي قبل النقط، لو لقيتها فعل خادم، لو لقيتها حاجة من دول اعرف ان حلك هيكون الفعل اللي في المصدر، يبقى انا كده اتأكدت من الحل بتاعي، يبقى انا كده وصلت لل100%. طب لو ما لقيتش الكلمة اللي قبل النقط فعل خادم يبقى انت مش عايز فعل في المصدر، يبقى في الحالة دي هتكون عايز فعل مصرف. والأفعال المصرفة بنحل عليها ازاي؟ اسمع طريقة الحل. واحد يا سينيور هنحدد الفاعل، هنعمل ايه؟ رقم واحد اهو هنحدد الفاعل. اتنين هنحل بالايه؟ هنحل بالنهايات. رقم اتنين هنعمل ايه؟ هنحل يا سينيور بالايه؟ بالنهايات. يبقى يا سينيور هنحل ازاي؟ هنحدد الفاعل وهنحل بالنهايات. تاني ايه هي طريقة الحل؟ هنحدد الفاعل وهنحل بالنهايات. لو كان الفاعل إيو بختار النهاية أو. طب لو كان الفاعل تو يا سينيور بحل بالنهاية اللي اسمها إي. لو كان الفاعل لوي ولاي بختار النهاية أو إيه. نوي بختار معاها النهاية يامو. فوي بختار معاها النهاية آته أو إيته أو إيته. ولو كان الفاعل لورو بختار معاها النهاية اللي اسمها آنو أو إيه أو
اونو. طيب تعالوا كده مع بعضينا نستعرض الكلام ده ونشوفه. جملة رقم 1 بيقول لك فيها دورميتي دورما دورمنا دورمي يا سينيور. هل في الاختيارات فعل في المصدر؟ الإجابة لا. يعني ده معناها لو عايز فعل مصرف، والفعل المصرف بنحل ازاي؟ بنحدد الفعل وبنحل بالنهايات. فين الفعل؟ راجاتسي اسم جمع وراها كوما، يعني لو شلناها بنعوض عنها فوي كده انا حددت الفعل. هروح بقى احل بالنهاية. فوي بتاخد النهاية ايه؟ آتي أو إيتي أو إيتي، يبقى ده معناه ان انا اختار الفعل الأولاني اللي هو اسمه دورميتي. تمام كده؟ يبقى أول خطوة بنعملها بنعمل ايه؟ بنحدد الفاعل، بعد كده بنحل بالايه؟ بنحل بالنهايات. فأنت بالتالي لازم تبقى حافظ الضمير بالنهاية بتاعته، لازم تبقى حافظ ان فوي بتاخد النهاية آتي إيتي إيتي. تمام كده؟ طيب يلا نرجع مع بعضينا. جملة رقم 2، هل في فعل في المصدر؟ لا يا سينيور، يبقى عايز فعل مصرف. هنحدد الفاعل. فين الفاعل؟ جوليا. خلي بالك الفاعل لما تروح تدور عليه، الفاعل لما تروح تحدده هتدور على الفاعل في 4 أماكن. الفاعل بيكون مستخبي في الجملة في 4 أماكن، يا قبل النقط يا بعد النقط، يا في أول الجملة يا في آخر الجملة. تاني، يا بعد يا قبل، أو يا قبل يا بعد، يا قبل النقط يا بعد النقط، يا في أول الجملة يا في آخر الإيه؟ الجملة. هنا يا سينيور الفعل وقع فين؟ وقع في أول الجملة. اسم مفرد وراها كوما لو شلناها بنعوض بتو. كده أنا حددت. يلا حل بقى بالنهاية. تو بتاخد النهاية إيه؟ إي، فاختار الإيه؟ الأخيرة على طول. يلا. الاستودنتي ده يا سينيور الاسم بتاعي، ده الفاعل بتاعي، اسم جمع من غير كوما، يعني هنشيله ونعوض عنه بلورو، واللورو بتاخد النهايه اللي اسمها انو او اونو، اللي يعني واحده، اللي هي اول واحده. جمله رقم 4 بيقول لك لما ما اسم مفرد بدون كوما لو شلناها بنعوض بلي، ولي بتاخد النهايه اللي اسمها يا سينيور. طب ليه ما اخترتش الايه؟ طب ما الايه موجوده اهي. يلا الفعل ده منتهي بالنهايه اللي اسمها اتي، مش النهايه اللي اسمها ايه؟ وهات دي كنا بناخدها مع مين؟ مع فوي. اللي بعده لو ستودنت لو شلناها بنعوض عنها بلوي، ولي بتاخد او ايه. اللي موجود ولا ايه؟ موجود الايه، يبقى اختار. طب ما هي موجوده هنا بردك نفس الكلام، منتهيه بالمقطع اللي هو اسمه ايتي. يلا رقم 6 راجاتسي ده يا سينيور الفاعل بتاعي، اسم جمع يا سينيور وراها كوما، لو شلناها بنعوض عنها بايه؟ بفوي، وفوي بتاخد النهايه اللي اسمها اتي او ايتي او ايتي. اللي موجوده عندي النهايه اللي اسمها ايه؟ موجوده عندي النهايه اللي اسمها ايتي، يبقى انا اروح اختارها ايه؟ يبقى انا اروح اختارها على طول. جمله رقم 7 بيقول لك فيها ايو جوليا، انا وجوليا لو شلناها بنعوض عنها بنوي، ونوي بتاخد المقطع اللي هو اسمه يامو. فين ايامو عندي يا سينيور؟ اهي. اللي بعده رقم 8 باولو لو شلناها بنستبدلها بلوي، ولوي بتاخد النهايه اللي هي اسمها ايه؟ رقم 9 بيقول لك لو ستودنت لو شلناها بنعوض عنها بلوي، ولوي بتاخد النهايه اللي اسمها او ايه. اللي موجوده الايه يا سينيور اهي، موجوده اهي. ينفع يخيرك ما بين الاثنين؟ لا طبعا، هيخيرني ما بين واحده بس. يبقى انت كده غلط في حاجه منهم. مين فيهم منتهي ومين فيهم منتهي بالايه يا سينيور؟ مين الاجابه الصحيحه؟ الاجابه الصحيحه هتكون الاخيره، لان ده منتهي بالمقطع اللي احنا كنا بناخده مع فوي. 10 مباشره، نوي بتاخد النهايه يامو. جملة رقم 11 الترينو لو شلناها بنعوض عنها بلوي، ولي بتاخد النهاية اللي اسمها او ايه. اللي موجود الايه. رقم 12 ايه بتاخد النهاية كتر خيرك، شكرا. الجملة السهلة دي. تو كيارا، انت وكيارا لو شلناهم بنعوض بفوي، وفوي بتاخد النهايه اللي اسمها ايتي، فبالتالي اختار دي. اللي بعده باولو لو شلناها بنعوض بلوي، ولوي بتاخد او ايه. فين اهي. طب ما الايه اهي نفس الكلام برضك، يبقى اختار مين؟ ماندا. 15 احمد وانا لو شلناها بنعوض بنوي، ونوي بتاخد النهايه اللي اسمها تورنيامو. اوعى تقع وتقول ان الفعل ايو. اوعى، اتعب نفسك شويه وبص على الكلمه اللي هتنزل قبل ايو. لو نزل قبل ايو حرف اسمه ايه او حرف اسمه اد، دولت اسمهم يا ابني حروف عطف بمعنى وجودهم في الجمله بيعرفك ان في اسم هنا وفي اسم هنا. يعني في كم اسم؟ عندي اسمين. يعني جمع ولا مفرد؟ جمع طبعا يا سينيور. فاللي انا عايز اقوله لك قبل ما تختاري النهايه، قبل ما تحدد الفاعل ان هو ايو، بص على الكلمه اللي جايه قبلها. لو جه قبلها حرف عطف اعرف ان الفاعل مش ايو لوحده، ده الفاعل ايو
والكلمة اللي جاية قبلها على طول. طيب نكمل يلا مع بعضينا. جملة رقم 16 بيقول لك فيها، جملة رقم 16 بيقول لك فيها نوي بتاخد النهاية يعمل اللي هي لافور يعمل. 17 أليسيا لو شلناها بنعوض بتو وتو بتاخد النهاية ايه؟ شايف الجملة بتمشي سريعة ازاي معايا؟ عشان انا عارف انا بحل ازاي، عشان كده بقول لك اول خطوة بنعملها يا ابني، اول خطوة بنعملها لازم تعرف هو بيسألك على انهي درس علشان تعرف في طريقة الحل، عشان تركز في الجملة دي ازاي بتحل على الدرس ده. لو انت عارف طريقة الحل بتاعت كل درس من دروس الجرامر اللي عندنا، الجملة مش هتاخد في ايدك ثواني بدون مبالغة. الجملة مش هتاخد في ايدك ثواني. زي هنا كده وانا بحل دي يا سينيور جملة ازمنة عشان بيسألني على افعال. فين الفاعل؟ بادر وايا، لو شلناها بنعوض بنوي، ونوي بتاخد ايامو. فين ايامو؟ اهي، ولا سحر ولا شعوذة ولا اي حاجة. فاللي انا عايز اقوله لك انك تعرف بتحل ازاي على الدرس ده. يلا كيارا، ها مفرد وراها كوما يبقى بنعوض بتو، وتو بتاخد ايه؟ ها اي، جدع. اللي بعده بروف، اقف سينيور، اسم وراها كوما هنعوض بتو زي ده؟ لا. ليه؟ عشان دي صيغه مخاطبه بالاحترام. كنا واخدين ان في عندي بعض الكلمات اللي في اللغه الايطاليه اللي لما تشوفها جاي وراها كوما لازم تقف عندها، ولازم يا سينيور بنشيلها وبنعوض عنها بضمير اسمه لي، اللي هو كان بمعنى حضرتك. مين الاسماء دي؟ سينيور، بروف، ودوت، وعندك كلمه تانية اسمها انسينيانتي اللي هي بمعنى معلم او معلمه. الكلمات دي كلها لو جه وراها كوما على طول بتشيلها وبتعوض عنها بايه؟ بالضمير اللي هو اسمه لي. اي حاجه تانية بتعوض بتو على طول. وخلي بالك الكلمات اللي قدامك دي انا جايب لك المذكر، ممكن يجيب لك المؤنث. يعني بدل من سينيور يقول لك سينيورا، بروفيسوريسا او دوتوريسا. كل الكلمات دي كلها مذكر ومؤنث يا سينيور. لو جه وراها كوما بنعوض بلاي. زي الكلمة دي هنعوض بلاي، ولي بتاخد يا سينيور يا اما يا اما ايه اللي موجود بس يا سينيور عايز اسأل حضرتك سؤال معلش. هو مش الاختيارات دي في فعل في المصدر؟ مش الاختيارات دي في فعل في المصدر؟ طب انا ليه ما اخترتهاش؟ مش حضرتك قلت لي لما الاقي فعل في الاختيارات فعل في المصدر يبقى ده حل بتاعي؟ كلامك مظبوط. بس انت عارف انا ليه ما اخترتهاش اصلا او ليه ما فكرتش فيها؟ ليه يا سينيور؟ عشان الكلمه اللي قبل النقط ما كانتش واحده من الثلاث افعال اللي قلت لك عليها. عشان الكلمه اللي قبل النقط ما كانتش ولا فعل فوليري ولا دوفيري ولا بوتيري، ما كانتش فعل خادم عشان اروح اختار الفعل اللي في الايه؟ الفعل اللي في المصدر. عشان كده بعد ما كنت هختاره اول حاجه انا استبعدته يا سينيور من حساباتي. وصلت؟ يلا نكمل. 21 أنطونيو لو شلناها بنعوض بلوي، ولوي بتاخد ايه يا سينيور؟ بتاخد او ايه اللي موجوده ايه. نفس الكلام استبعدت ده ليه؟ عشان ما عنديش فعل خادم. اللي بعده جمله رقم 22 الجينيتوري لو شلناها بنعوض بلورو، ولورو بتاخد انو او اونو، يبقى بالتالي هختار دوت. يلا جمله رقم 23 بيقول لك فيها البنت اللي اسمها جوليا. مالها جوليا؟ بيقول لك لو شلناها بنعوض بلاي، ولاي بتاخد او ايه. فين مش موجوده، بس موجوده الايه. جوليا بتكتب على الايه؟ على التليفون. لا فاميليا دي جوليا. خلي بالك الاكسبريشن ده نعم هو جمع بس بيعامل معامله المفرد اللي عندنا. لا فاميليا العيله هي جمع بس هي بتعامل معامله الايه؟ المفرد اللي عندنا في اللغه الايطاليه. لو شلناها بنعوض بلاي، ولاي بتاخد النهايه اللي اسمها او ايه. ادي الايه موجود. اللي عرفني انها مفرد اداه التعريف بلس الايه؟ النهايه اللي عندي. باولو اسم لو شلناها بنعوض بلوي، ولوي بتاخد او ايه، يبقى اختار ده. ليه ما اخترتش ده؟ عشان ده منتهي بالمقطع ماركو لو شلناها بنعوض بلوي، ولوي بتاخد النهايه او ايه، يبقى اختار الايه. اشمعنى؟ عشان ما عنديش بلس الكلمه دي منتهيه بالمقطع اللي هو اسمه ايتي. ايو بتاخد الفعل اللي هو اسمه سونو. راجاتسي وراها كوما، يبقى لو شلناها بنعوض بفوي. خلي بالك عشان انت ممكن ما تلاحظش الكوما دي. تمام. وفوي بتاخد قطايتي. فين قطايتي؟ النهايه اللي عندك اللي هي اسمها اتي. رقم 29 نوي بتاخد النهايه اللي اسمها كامبيامو اللي هي النهايه يامو. ماريا اسم مفرد ورا كوما لو شلناها بنعوض بتو، وتو بتاخد النهايه اللي اسمها اي. 31 اي بامبيني لو شلناها بنعوض بمين؟ بلورو، ولورو بتاخد النهايه اللي اسمها انو او اونو، فبالتالي اختار الفعل عندك اللي هو الثالث اللي هو اسمه ديفونو. طيب جمله رقم 32 بيقول لك فيها ايه؟ بيقول لك فيها لماما. بص معايا هنا يا سينيور في فعل في المصدر ينفع اختاره؟ لا، عشان ما عنديش فعل ايه؟ ما عنديش فعل من الثلاثه اللي قلت لك عليهم. هنشيل لماما لو شلناها بنعوض بلي، ولي بتاخد النهايه او ايه، فبالتالي اختار الاخيره.
جملة رقم 33 نوي بختار معاها النهاية اللي اسمها ايامو، يبقى بالتالي اختار الايه الأخيرة خالص. الاستودنتي لو شلناها بنعوض بلورو، ولورو بتاخد النهاية انو او اونو، فبالتالي يا سينيور هختار الفعل الأخير اللي هو اسمه ديفونو. جملة رقم 35 بيقول لك فيها جوليا دي لو شلناها بنعوض عنها بايه؟ بنعوض عنها بلي، ولي بتاخد النهاية اللي اسمها او ايه، فبالتالي هختار يا سينيور النهاية دي. سينيور هو انت ليه اخترت النهاية او عليها تشنتو؟ عشان ده فعل من الافعال الشاذة. خلي بالك الفرق ما بين نهايات الافعال الصحيحة ونهايات الافعال الشاذة، الفرق هينزل مع الضميرين لوي، تمام كده، والضمير التالي اللي هو اسمه لارا. كنا واخدين يا سينيور مع لوي كنا بنختار النهايه او ايه، دي نهايات افعال صحيحه، ومع لورا كنا بنختار النهايه اللي اسمها انو او النهايه اونو، صح ولا غلط؟ يا سينيور، بس دي نهايات افعال صحيحه. عارفين بقى نهايات الافعال الشاذه ايه؟ تعال اقول لك سينيور. نهايات الافعال الشاذه مع لورا كنا بنختار النهايه اللي اسمها ايه؟ بص اهي، كنا يا سينيور بنختار النهايه اللي اسمها انو، كنا بنختار النهايه اللي اسمها ايه؟ انو، تمام كده. ده بالنسبه للافعال الشاذه مع الضمير لورا. طب مع لوي ولي بنختار النهايه اللي اسمها او عليها اتشنتو. خلي بالك مش كل الافعال الشاذه هتكون منتهيه بالنهايه او عليها اتشنتو، او هتكون منتهيه بالنهايه اللي هي اسمها ايه؟ اللي هي اسمها انو. وصلت؟ اصبروا هنلعب بقى ولا ايه؟ اهي النهايه اللي هي اسمها انو، ودي نهايه يا سينيور اسمها ايه؟ اسمها او عليها اتشنتو. خلاص كده، يلا نكمل مع بعضينا. جمله رقم 36. بص بقى يا معلم، كيارا e Luisa hanno sonno e no a dormire. كيارا ولويزا ده الفاعل، لو شلناها بنعوض بلورا، ولورا بتاخد انا او اونو. فينها اهي. طب ليه ما اخترتش ده؟ عشان ما جاش السينيور فاعل اللي خد. وصلت؟ يلا اللي بعد 37 ايوب بتاخد النهايه كتر خيرك. نوي هتاخد النهايه ايام. يا ريت كل الجمل تبقى كده. يلا تعالوا لي، بص بقى، فعل في المصدر، وده فعل مصرف وده فعل مصرف. حلو؟ انا اللي هيخليني اختار الفعل اللي في المصدر ان الكلمه اللي تنزل قبل النقط لازم تكون فعل خادم، اللي هو فوليري دوفيري بوتيري، تمام كده. طيب هل ده كلمه دي واحده من الثلاثه؟ طالما الكلمه دي واحده من الثلاثه يبقى ده معناها اللي هو جايب الفعل الاولاني وعايز الفعل التاني اللي احنا كنا شارحينه في الحته الصغيره دي، اللي هو بيبقى الفعل التاني ايه؟ فعل في المصدر. طب يا سينيور معلش، طب ما هو جايب لي فعلين في المصدر، ينفع اصلا يخيرني ما بين الفعلين؟ عادي جدا يخيرك عادي. وفي حالة لو خيرك ما بين الفعلين اعرف ان الفعل التاني اللي هو هيكون جايبهولك، اعرف ان الفعل التاني اللي هيخيرك فيه مع الاولاني هيكون واحد من الافعال الخادمة. وانا كده يا سينيور ما ينفعش اكمل الجملة بتاعتي، ما ينفعش الفعل التاني اللي هحطه هنا ما ينفعش يكون فعل خادم. ينفع احط فعلين خادمين ورا بعض؟ ما ينفعش، لان انا كنت بحط الفعل التاني ده اللي هي سينيور في المصدر علشان اكمل معنى الجمله بتاعي. وانا بكمل معنى الجمله بتاعي اروح اكمله بفعل ناقص؟ ما ينفعش. ما انت لو حطيت فعل ناقص هنا هيبقى معنى الجمله لسه ناقص. فاحنا علشان نكمل المعنى بنحتاج فعل تاني خالص غير الثلاث افعال دول، فبالتالي هستبعد فوليري لان ده كان فعل ناقص واختار الفعل اللي هو اسمه كومبراري. يلا جمله رقم 40 نفس الكلام، جايب لك فعل اهو في المصدر وفعل تاني في الايه؟ في المصدر. هختار ده ولا ده؟ او هختار اصلا مصدر ولا هختار فعل عادي؟ حسب الكلمه اللي جايه بعد النقط فعل فواي اللي هو فعل خادم، يبقى بالتالي هختار الايه؟ الفعل اللي في المصدر، فاختار فعل اسمه برندري. اللي بعده جمله رقم 41 بيقول لك فيها سونستانكو ايفوليو، ده فعل خادم يبقى اختار فعل في المصدر، يبقى اختار انداري. ليه ما اخترتش ده؟ عشان ده فعل ناقص. تو فراتيلو في فعل اهو في المصدر يا سينيور، بس هستبعده كده لان ده فعل ناقص اصلا. حتى لو انا عايز في المصدر فانا ما ينفعش الفعل اللي في المصدر اللي اكتبه ما ينفعش يكون فعل ايه؟ ما ينفعش يكون فعل ناقص. تو فراتيلو لو شلناها بنعوض بلوي، ولوي بتاخد النهايه او ايه، فبالتالي اختار الايه. يلا 43 فوليامو ده فعل مصرف اهو، يبقى التاني في المصدر على طول اللي هو هيكون يدا. ما ينفعش اكمل الجمله بالفعل الناقص ده، يبقى استبعده واختار كامبياري على طول. خلاص كده. يلا اللي بعده رقم 44 ايو بتاخد النهايه اللي اسمها فين الاو؟ اهي يا سني. طب ليه ما خدتش ده؟ يلا دي النهايه الشاذه، يلا اوعى تنسى، هو دي نهايه شاذ اللي احنا كنا بناخدها مع لوي ولي لو تفتكر، اوعى تنسى بقى. يلا نرجع تاني. 45 فوليو ده فعل خادم، يبقى عايز فعل في المصدر. عندي اتنين، هختار ده ولا ده؟ هستبعد ده واختار ايه؟ واختار ده على طول. 46 رجعت اسم جمع وراها كوما، لو شلناها بنعوض بفوي، وفوي بتاخد النهايه اللي اسمها طاقيته اللي هي يعني واحده
اللي هي الأخيرة خالص. يلا 8 أو 47 بيقول لك فيها ماريو، اسم مفرد وراها كوما، لو شلناها بنعوض عنها بتو، وتو بتاخد النهاية اللي هي اسمها ايه. فين الايه يا سينيور؟ فين الايه؟ هتلاقي عندك في الايه، هتلاقي عندك في التصريف الأخير اللي هو اسمه فواي. طيب نرجع. عندنا يا سينيور فعلين. عندي يا سينيور دلوقتي ايه؟ عندي يا سينيور دلوقتي فعلين. عندي دلوقتي ايه؟ عندي دلوقتي يا سينيور فعلين. الفعل الاولاني عندي فعل اسمه فوليرتشي، والفعل الثاني عندي فعل اسمه ايه؟ مترتشي. مالهم بقى قصه الفعلين دول؟ قال لك الفعل الاولاني اللي هو فعل فوليرتشي لما بينزل لك في الجمله بتاعتك بينزل لك بتصريفين. التصريف الاولاني اللي هو اسمه تشيفوالي زي ما انت شايف، والتصريف الثاني اللي هو اسمه تشيفاليانا. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ ده بختاره مع المفرد وده بختاره مع الجمع. بختار واحد من الاثنين حسب الكلمه اللي جايه بعده، والكلمه دي هتكون يا اما مفرد يا اما هتكون ايه؟ يا اما هتكون جمع. واستخدامات الفعل اللي قدامك ده كنا بنقوله كم يلزم من الوقت لعمل شيء ما، والوقت ده هيكون يا مفرد يا ايه؟ يا جمع. طب يا سينيور ده بالنسبه لفعل فوليرش. طب مترتش بقى بردك، ده بردك يا سينيور بينزل لك في الجمله بمعنى كم يلزم، بس مش كم يلزم من الوقت لعمل الانجاز او لعمل حاجه معينه، بل بالعكس ده هنا بيقول لك كم يلزم من الوقت للشخص، للانسان، للفاعل بتاعك لإنجاز عمل معين أو لعمل إيه؟ أو لعمل شيء ما. يعني مثلا باجي أقول لك إيه مثلا في الجملة دي؟ اسمع كده، أجي أقول لك برانداري روما، علشان أروح روما. برانداري روما لكي تذهب إلى روما أو للذهاب إلى روما، تمام كده. تشيفاليانا ترياري، يعني محتاجين 3 ايه؟ محتاجين 3 ساعات. يبقى الرحلة علشان توصل بيها من ايجيبتو من مصر لروما محتاج 3 ساعات. هل هو هنا عرفك على الفاعل اللي هو هيستغرق 3 ساعات؟ لا، هو قال لك الطياره اوريدي، الرحله هتستغرق 3 ساعات من مصر لايه؟ لروما. عكس ما اجي اقول لك ايه؟ عكس لما اجي اقول لك مثلا برانداريا روما، علشان اروح روما ايو انا تشيميتو انا محتاج، انا اللي محتاج دلوقتي اهو، تمام كده. طالما حددت الفعل بتاعك في الجمله يبقى ده معناها انك هتختار فعل ايه؟ فعل مترتشي، لان الفعل ده يا سينيور بختاره. بص بقول لك ايه؟ حسب مين بقى؟ حسب فاعل الايه؟ حسب فاعل الجملة بتاعتي. يبقى أنا بختار الفعل ده حسب فاعل الجملة بتاعتي، علشان كده الفعل ده كان بينزل لك ب6 إيه؟ ب6 تصريفات، عكس فعل فوليرتشي اللي كان بينزل لك بكام تصريف؟ بتصريفين. ده يا سينيور بختاره حسب الوقت اللي جاي بعده اهو. حسب ايه؟ حسب اهو بقى اللي هقول لك اهي، بقولها لك اهو عشان لما نيجي نحل. حسب الوقت الذي ياتي بعد النقط على طول. حلو كده. وبختار يا سينيور فعل مترتش حسب فعل الايه؟ حسب فعل الجمله. عشان كده بقول لك ده بستخدمه او بينزل لك في الجمله بمعنى كم يلزم من الوقت للشخص، للفاعل، للانسان، لعمل شيء ما. لكن ده كم يلزم من الوقت لعمل انجاز معين او لاتمام عمل ايه؟ لاتمام عمل معين. ما حددتلكش الايه؟ الفاعل بتاعي. في فاعل في الجمله هختار مترتشي، مفيش فاعل في الجمله هختار فعل ايه؟ فوليرتشي على طول. وبقول لك كده عشان الاثنين بمعنى واحد، الاثنين بمعنى كم يلزم. وصلت؟ يلا مع بعضينا. هنا الجملة بتاعتي بيقول لك فيها نوي، وطالما فيها نوي يبقى انا هختار فعل مترتشي، يبقى اختار تشيميتيامو على طول. اللي بعده بريباراري البرانزو، هنا مخيرك ما بين فوالي وفاليونا، يبقى استبعد ده واستبعد ده لان الاثنين كده كده مش عندي. تشيركا ونورا دي مفرد يا سينيور، يبقى اختار تشيفوالي. حوالي ساعة، ونورا بمعنى ساعة. اللي بعده اوتو ده يا سينيور 8 يعني جمع، يعني اختار تشيفاليونا على طول. اللي بعده، طب ليه ما اخترتش تشيميت؟ عشان ما فيش عندي فاعل في الايه؟ في الجمله بتاعتي. اللي بعده برفينيرا سكولا ان جينيري، يعني لكي اتي الى المدرسه ان جينيري، تمام في العموم نقط تشيركا ديتش او 20 مينوتي، ده جمع يا سينيور، يبقى اختار معاها تشي ايه؟ تشيفاليونا. ما ينفعش اختار الايه؟ الاختيارات الباقيه. Quanto tempo ci metti per andare a scuola؟ نقط molto tempo. هنا هنختار مين يا سينيور؟ هنا هنختار الفعل اللي هو اسمه تشيميتي. اشمعنى؟ لأن فاعل الجملة ضمير مستتر تقديره أنت، واللي عرفني اللي هو أنت الفعل الأولاني اللي هو جابه لك. بقول لك كوانتو تيمبو، كم من الوقت تشيميتي بيلزمك علشان تروح المدرسة. نون تشيميتي مولتو تيمبو، تقريبا مش محتاج وقت كتير، صح؟ هنا الجملة كلها على بعضها.
برانداري باريجي لكي أذهب إلى باريس إن أياريو بواسطة الطيارة. اللي بيحصل نقط سولو تريارة، محتاجين يا سينيور 3 ساعات، فده جمع يبقى اختار معاها تشيفاليون على طول. طيب جملة رقم 7 بيقول لك فيها، جملة رقم 7 بيقول لك فيها بالريفاري نقط أنكورا 20 مينوتي، 20 ده جمع يبقى اختار تشيفاليون على طول. 5 أوري 5 ساعات تشيفاليون يبقى اختار دي على طول. اللي بعده سولو دوار ساعتين يا سينيور، يعني ده جمع يبقى اختار معاها مين؟ يا اما ايه مفيش اصلا ولا فوليرتشي ولا مترتشي ولا متسيامو يا سينيور، يبقى اختار ايه؟ تشي متسيامو على طول، لان الفعل ده ما بينزلش غير بالضمير تشي، وانا ما ينفعش اختار الفعلين دول في المصدر، يبقى اختار الفعل اللي هو اسمه تشي متسيامو. ترجمة الجملة: برانداري فرنسا لكي نذهب إلى فرنسا نقط تشي متسيامو، احنا محتاجين سولو دواري، محتاجين ايه؟ ساعتين على طول. برفينير كوستلافارو بيخيرك في فوالي وفاليونا، الكلمة دي جمع يبقى اختار فاليونا على طول. كلمة اونورا دي مفرد يبقى اختار معاها تشيفوالي. شفت انا بحل ازاي؟ بختار واحدة من الاتنين حسب الكلمة اللي جاية بعد النقط على طول، بختار الفعل ده حسب فاعل الجملة. اللي بعده كوانتو تيمبو نقط برفار لزامي، هنا يا سينيور مش جايب لي وقت بعد النقط على طول، يبقى ده معناه ان انا استبعد ده واستبعد ده وهستبعد ده، ما فاضلش غير حاجه اسمها تيماتي. كوانتو تيمبو تيماتي يعني كم من الوقت بيلزمك انت برفار لزامي. الجمله دي جمله مخاطب، واللي عرفت انها مخاطب علامة الاستفهام لأن هو بيخاطبك أنت، بيسألك أنت، فبيقول لك كوانتو تيمبو تيميتسي برفار ليزامي، كم من الوقت يلزمك لعمل الإيه؟ لعمل الامتحان، كم من الوقت يلزمك أنت طيب. اللي بعده 40 مينوتي، 40 بمعنى 40 يعني جمع، يعني اختار معاها تشي ايه؟ تشيفاليونو على طول. اللي بعده جملة رقم 14 بيقول لك فيها مولتو مولتو تيمبو، هنعمل ايه بقى؟ هستبعد من الترتش خالص وهستبعد فوالي، حل ينحصر يا تشيفالي يا تشيفاليونو، هختار تشيفالي عشان مولتو تيمبو ده يا سينيور مفرد. نفس الكلام بوكو تيمبو يا سينيور ده مفرد، هستبعد من الترتشي وهستبعد معاه يا سينيور ميميتو وهستبعد تشيفاليون عشان ده جمع يبقى اختار معاها تشيميتو. تشيميتو انا اللي محتاج بوكو تيمبو، محتاج وقت قليل قوي عشان اخلص الايه؟ عشان اخلص الواجبات. اللي بعده كومي ماي تو اي ماريا، تمام كده. طيب هنا الفاعل بتاعك مين؟ الفاعل بتاعك تو اي ماريا، لو شلناها بنعوض عنها فوي، وفوي هتاخد، ركز عشان الحل مش موجود في الاختيارات، الحل هيكون تشي متيتي، تشي ايه تشي متيتي، ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده، خلاص كده. وخلي بالك عود نفسك وانت بتحل معايا، وارد انك ما تلاقيش الحل في الاختيارات. طب انت يا سينيور قاصد تعمل كده؟ قاصد ان انا اعمل كده عشان ارفع ثقتك بنفسك. ما انت لما تيجي بتحل، انت بتحل على الفعل ده ازاي؟ بتحل على ده ازاي؟ عن طريق الفاعل. طب مين الفاعل؟ انت وماريا، اللي احنا لو شلناها بنعوض بفوي. بص انا حاطط دلوقتي نفسي مكان الطالب والطالب بيحل كده، هشيل تو ماريا ونعوض بفوي، وفوي بتاخد الفعل اللي هو اسمه تشيميتاتي، رحت دورت عليه ما لقيتوش، انت هتقول لنفسك ايه؟ كده انا غلط. ما هو اكيد السينيور مش غلطان. لا يا حبيبي عادي، السينيور ممكن يحط لك الاختيارات كلها غلط عادي جدا. طب ليه بيعمل كده؟ علشان يشوفك هل انت بتحل صح ولا بتحل غلط. ما هو لو انت حليت صح هتحل بالطريقه، ولما تيجي تحل بالطريقه هتجي لي الحصه هتقول لي يا سينيور الجمله دي مش المفروض الحل بتاعها يبقى كده، فانا هقول لك صح فعلا. بس فهو ده اللي انا عايز ايه؟ هو ده اللي انا عايز اوصل له، عايز ارفع ثقتك ثقتك بنفسك شويه، تمام كده. طيب انت صح، خلي بالك يلا مع بعضينا. رقم 18 بيقول لك فيها ايه؟ هستبعد مترتش، هستبعد فوليرتش، هستبعد ماتي، واختار تشيمات. شفت اخترت ازاي؟ بالاستبعاد اهو. انا الفعل ده ما بينزلش قبله غير الضمير تشي، احيانا بينزل قبله تي واحيانا بينزل قبله مي، بس قليل قوي لما بتشوفه، ومش هيخيرك ما بين الضميرين. يعني مثلا ما ينفعش يخيرك ما بين مثلا تشي مثلا وما بين مثلا سي، ما ينفعش مثلا يخيرك ما بين مثلا اقول لك ايه، ما مثلا ما بين تي مثلا وما بين مثلا مي، انت مش معايا؟ ما ينفعش يخيرك ما بين تي مثلا وما بين مي وما بين مثلا تشي، انت فاهم قصدي؟ بس لان في الحاله دي يا سينيور الاختيار هيروح على طول للضمير اللي هو اسمه تشي، لان احنا اوريدي معتادين على ان الفعل اسمه مترتش، فانا هاخد الضمير تشي ده واحطه قبل الست تصريفات بتاعتي، فاقول تشيميتو تشيميتي تشيميتي تشيميتيامو تشيميتاتي تشيميتونو، تمام كده. الضمير تشي بحطه قبل التصريفات الستة بتاعتي وانا بصرف الفعل اللي هو اسمه مترتشي. طيب نكمل يلا. جملة رقم 19 بقول لك لوكا لو شلناها بنعوض بلاي، ولاي بتاخد يا سينيور الفعل اللي هو اسمه تشيميت.
اللي بعده كلمة راجاتسي. راجاتسي دي لو شلناها بنعوض بفوي، وفوي بتاخد الفعل واسمه تشيميتاتا. اللي بعده برنديامو الاوتوبوس. احنا هناخد الاتوبيس بركيا بيادي نقط متسارة، لان احنا لو مشينا على الاقدام فاحنا محتاجين نص ساعة. مين اللي محتاجين؟ احنا اللي محتاجين، فبالتالي اقول له تشيميتسيامو. 5 ore، 5 يعني 5 يعني جمع، يعني اختار معاها تشيفاليانو. 20 دقيقة، كتر خيرك ان جايبها لي كرقم، فدي جمع فاختار معاها تشيفاليانو على طول. يلا جملة رقم 24 بقول لك فيها ايه؟ جملة رقم 24 بقول لك فيها نقط un quarto d'ora. يعني ايه un quarto؟ يعني ربع ربع ساعة. ربع ساعة دي يا سنيور يعني ايه يا سنيور؟ un quarto d'ora يعني ربع ساعة اللي هي مفرد، يعني اختار معاها تشي فوالي على طول. خلي بالك اللي قال لي اللي هي مفرد اون ابوستروف دي أداة تنكير مفرد. اللي بعده اندريا. اندريا ده يا سنيور اسم مفرد وراها كوما بنعوض بتو، وتو بتاخد يا سنيور التصريف اللي هو اسمه تشيميتسي على طول. ماريو لو شلناها يا سنيور بنعوض بلوي، ولوي بتاخد تشيميتسي، يبقى اختار التالتة اللي هي اسمها تشيميتة. 30 مينوتي، احنا محتاجين يا سنيور 30 دقيقة عشان نخلص الامتحان. بكده احنا خلصنا مع بعضينا المراجعة الثالثة اللي احنا شرحنا فيها وحلينا فيها مع بعضينا. شرحنا فيها في فيديو الشرح بتاعنا، شرحنا فيها ضمائر الشخصية للفعل، وعرفتك أهمية الضمائر ايه، وشرحنا فيها زمن المضارع البسيط، وعرفتك الفرق ما بين الأفعال الصحيحة والأفعال الشاذة، وإزاي بتصرف الأفعال أصلا في زمن المضارع. وعرفتك فيها بردك الأفعال الناقصة اللي هم الثلاث أفعال فوليري وبوتيري ودوفيري، وعرفتك ليه سميت بالأفعال الناقصة وليه سميت بالأفعال الخادمة. وعرفتك بردك فعلين، فعل اسمه فوليرتشي وفعل اسمه ميترتشي، وعرفتك استخدامات ده واستخدامات ده. كل ده عرفته لك في حصة الشرح بتاعتنا. ويا سنيور النهارده بردك عرفنا مع بعضينا ازاي بنحل على المضارع البسيط اللي هو الافعال المصرفه، ان احنا بنحدد الفاعل وبنحل بالنهايات. الافعال الخادمه بيسالك فيها ازاي؟ بيسالك فيها اللي هو بيجيب لك مره المصرف وبيسالك على الفعل اللي في المصدر، يا اما يجيب لك الفعل اللي في المصدر ويسالك على المصرف بتاعك. ده بالنسبه للافعال الخادمه. تمام كده. وعندي الحاجه الثالثه والاخيره اللي هم الفعلين دول. فعل فوليرتشي بختاره حسب الوقت اللي هينزل بعده. لو الوقت مفرد بختار تشيفوالي، لو الوقت جمع بختار تشيفاليونا. اما الفعل التاني اللي هو فعل مترتشي بختاره حسب الوقت اللي بينزل، او حسب يا سنيور فاعل الجمله. فعل مترتشي بختاره حسب فاعل حسب فاعل الجمله على طول. عشان كده بينزل لك ب6 تصريفات: تشيميتو، تشيميتي، تشيميتي، تشيميتيامو، تشيميتاتي، تشيميتونا. تمام كده. طيب كده احنا خلصنا خلاص المراجعه الثالثه بتاعتنا. اشوف وشكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد معانا من حل المراجعه من حل المراجعه الرابعه، واللي هنستعرض فيها زمن الماضي القريب والافعال الخادمه في زمن الماضي القريب. كان معاكم سنيور خالد رضا، مدرس اللغه الايطاليه. يلا تشاو.